بتحتاري وتفكري كتير في اكلات اليوم؟ تعالى اقولك. عايزه اكلات سريعه ومميزه ولذيذه وخفيفه جدا وجميله جدا في الصيف وتطلع من المطبخ بسرعه؟ تعالى اقولك. عملنا عظمه يا بنات، عملت الكبيب بالجمبري بالصلصه، وعملنا كمان جمبري بالشوربه، خطير يا بنات، والشوربه بتاعته لذيذه جدا. وعملت كمان الكبيبه المقليه لوحدها. شايفين العظمه دي؟ شايفين الجمال يا بنات؟ جميلة جميلة وخطيرة كمان، ان شاء الله لما تعملوها هتعجبكم، وتقولوا لي كمان رأيكم في الكومنتات. لو وصلت هنا من الفيديو يا ريت تضغطي سبسكرايب للقناة، او تحت الفيديو مكتوب مربع احمر تضغط عليه وتضغط على الكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. يلا بينا نشوف عملنا العظمة دي ازاي. انا طلبت الاوردر ده يا بنات من بنوتة من المطرية. على فكره هي متعرفش ان انا اعمل ريفيو عنها. انا ما عملتش ريفيو، وقررت لما دقت العظمه ديت وعجبتني بصراحه، وعجبني تغليفها يا بنات. الحاجه ممتازه 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 بصراحه. يلا نشوف احنا طلبنا منها ايه. انا طلبت منها كيلو من الكبيبه، وكمان طلبت كيلو من الكفته، تمام. وطلبت كيلو من الجمبري الصغير، الحجم الصغير ده نصين، جابت لي منه نصين. شايفين الجمال ده؟ جبت كمان نص كيلو جمبري من الحجم الوسط. تعالوا نفتحه مع بعض ونشوف العظمة دي. شايفين التغليف؟ فتحتي اول حاجة كده النص كيلو الجمبري الوسط، انا جايبه نص كيلو ده بقشرة. الكيلو التاني جبته نصين متقشرين جاهزين، تمام. انا عملت ده، حبيت ان انا اعمل شوربة. لازم يا بنات حابة تعملي بشوربة لازم يكون بقشره، بتنضفيه. وهننضفه مع بعض دلوقتي وهنقول هنعمل ايه، وبعدين هعمله بشوربة معاكم. دي الكبيبة كده جاهزة، تمام. هقلي نص منها والنص التاني هحطه في صلصة مع بعض. خطيرة خطيرة يا بنات بجد. شايفين التغليف؟ حتى كده استرتشراب ما بين كل قطعة وقطعة، ما شاء الله حاجتها عظمة. يلا نشوف هنعمل الجمبري مع بعض ازاي. انا نضفته كده، نضفته بالمقص، حشت كل الحاجات اللي عايزه تشال، وجبت خله اسنان نظيفه طبعا وبتعملي بيها سلسله الضرب. طلعي الحبل الرملي، حطيت عليها معلقتين طحينه، تمام. احلى حاجه بتحوش الزفاره يا بنات، جربي المعلقتين الطحينه وقولوا لي رايكم في الكومنتات، تمام. هنقعه كده 10 دقايق. بتتعاملي مع الجمبري بكل سهوله وبساطه عشان ما يتكسرش منك او يتبهدل منك يا بنات، تمام. ما بعد كده هنعمل نجهز الشوربه بتاعه الجمبري. هنعمل عظمه النهارده. حطيت جهزت معايا بصلايه عملتها 4/4، وكمان قطع من الفلفل السبايسي، وكمان 3 4 فصوص من الثوم. هنحط معلقه زيت وهنحط معلقه صغيره من الزبده. هنشوح كده التوابل بتاعتنا، او هنشوح كده البصله مع القرن الفلفل، تمام، والثوم. وهننزل كمان عليها بالتوابل. هنحط التوابل دلوقتي، ربع معلقه فلفل اسمر وربع معلقه كمون بس في الخطوه دي يا بنات. هنشوحهم تشويحه بسيطه. انا مش هصفرهم يا بنات، انا بس بعمل روايح كده، بتشم الروايح بتاعتهم بتبقى خطيره في الشوربه. لو عندك جزرايه بتبقى افضل واحسن، بس ما كانش متوفر هحط كمان طماطميه دلوقتي، تمام. كده هنزل عليهم بالجمبري دلوقتي. هنزل كمان عليهم بالملح طبعا، حسب الرغبة طبعا بتاعتك. يعني هتحطي ربع معلقة او نص معلقة، هتظبط الملح بتاعك. وهحط كمان نص معلقة من بهارات الاسماك. مش متوفرة بهارات السمك هتحطي كمان ربع او نص معلقة من السبع بهارات، تمام. حطيت كده بهارات السمك يا بنات. في الخطوة ديت بنغلي مية في الكاتل، ما ينفعش اي حاجة على البوتاجاز بتشوحيها وتحط مية باردة، لازم تكون المية مسخناها، تمام. هنظبط الشوربة بتاعتنا كده دلوقتي. نحط المية، غليت المية في الكاتل كده، وهنحط ننزل عليها بالمية دلوقتي مغلية. هسيب الجمبري على البوتاجاز كده 10 دقايق، ما بياخدش وقت خالص يا بنات.
قلبت كلها بكل وسهوله ببساطه جدا، على اساس الجمبري ما يتكسرش معانا او يتبهدل معانا. غطيت الحله وكده خلاص 10 دقايق وهنرجع له تاني. تعالوا نشوف الكبيبه الجميله دي هنعملها على القمر ازاي. حطيت في طاسه زيت على البوتاجاز، هنقل النص بتاعها والنص التاني هنزله في الصلصه. تمام تمام يا بنات. شايفين العظمه دي؟ كده انا هقلي الجزء بتاعنا. تمام كده النص كده بقليه والنص التاني هحطه في الصلصه. تمام شايفين الجمال ده يا بنات؟ في الصينيه دي ننجلها، ما تتكلمش. في الجزء ده زي ما انتم شايفين كده حطيت في الطاسه زيت عشان نحط البصله بتاعتنا. عملت بصلايه كبيره كده مكعبات، مش هصفرها، انا هحمرها يا بنات، لازم تحمر جامد. على فكره البنوته اللي انا جايبه منها الاوردر قالت لي حمري البصلايه جامد وبعدين حطي الميه عليها